هو ليه مئات من الفائزين من إخواتنا في دولة المغرب في قرعة الهجرة العشوائية اللي هي الدي في 2026 لسه مستنيين مواعيد المقابلات في قنصلية أمريكا في الدار البيضاء، في حين إن في دول تانية المقابلات عندها شغالة بشكل منتظم أكتر؟ اللي حاصل دلوقتي إن في تأخير وقلق عام وعدم وضوح حوالين تحديد مواعيد المقابلات في المغرب، وده خلى ناس كتير حرفيا بتوقف خطط حياتها سواء كان شغل أو دراسة أو قرارات مصيرية، كله متعلق بإيميل يجيلك أو تحديث يوصلك، وللأسف مش بيجي. في الفيديو ده أنا هحاول أفصل لك الصورة كاملة زي ما ظهرت في رد وزارة الخارجية الأمريكية بالظبط، هم بيقولوا إيه وليه التأخير ده بيتبرر على إنه إجراءات أمنية، وإيه اللي يخوف فعلا بالنسبة للفائزين، الورق ولا الوقت. خليني أوضح لك نقطة من الأول، الكلام مش عن إلغاء القرعة بشكل رسمي لكل الناس، لكن عن تأخير في جدولة مقابلات الفائزين كتير جدا من دولة المغرب وسط كلام رسمي عن تشديد أمني ومراجعات أوسع في إجراءات التأشيرات. أول معلومة مهمة لازم تتقال هنا إن برنامج الدي في لوتري 2026 في المغرب لوحده فيه رقم كبير جدا. حسب وزارة الخارجية الأمريكية إجمالي الناس اللي هي سيلكتد أو اللي تم اختيارها في البرنامج ده وصل لحوالي 3670 شخص، وده شامل المتقدمين الأساسيين وكمان الأزواج والأطفال بتوعهم اللي هم بيتسجلوا من ضمن الملف. الرقم ده لوحده يوضح لك حجم الضغط الطبيعي، لكن مش لوحده اللي بيفسر ليه الناس مستنية لشهور طويلة. طيب وزارة الخارجية الأمريكية قالت إيه حرفيا عن التأخير ده؟ المتحدث باسم الوزارة رد على استفسارات صحفية كتيرة وقال إن الإدارة الأمريكية بتحمي أمن البلد والمواطنين الأمريكان عن طريق أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة خلال إجراءات التأشيرات. الكلام ده مهم جدا جدا لأن هو بيرسم إطار واضح، الفكرة مش مجرد زحمة مواعيد وخلاص، ده خطاب رسمي بيربط التأشيرات أو الحصول حتى على تأشيرات الهجرة بالأمن القومي الأمريكي. وهنا يجي السؤال اللي أي حد هيسأله، يعني هل كل المتقدمين بقوا متشافين كخطر لحد ما يثبت العكس؟ الرد الضمني موجود في نفس المنطق اللي اتكرر في سياسات التشديد على الهجرة، التعامل دلوقتي مع أي ملف هجرة هنا في أمريكا باعتباره ملف أمني في الأساس. وقبل ما نكمل فيديو النهارده، لو حضرتك شايف إنك حقيقي بتستفيد من المحتوى اللي أنا بقدمه وحابب إنك تظهر تقديرك ودعمك الحقيقي، فحابب أقول لك إن في أكتر من طريقة تقدر تظهر بيها هذا التقدير أو هذا الدعم، وده عشان خاطر أقدر أكمل واستمر في تقديم محتوى مجاني تماما بشكل منتظم وبجودة أعلى إن شاء الله. في طرق مجانية تقدر تظهر بيها تقديرك ودعمك ده من غير ما تدفع ولا حاجة. أول حاجة، لو حضرتك شايف إن الفيديو ده هينفعك بعدين ما تسيبوش يضيع منك في وسط زحمة المحتوى الأيام دي، اعمل سيف للفيديو دلوقتي أو حفظ عشان خاطر المعلومة اللي أنت هتسمعها هنا غالبا هتحتاج ترجع لها بعدين وقت ما تحتاجها، واعمل له شير برضو أو مشاركة لأي حد تعرفه ممكن يستفيد منه، وسيب لي رأيك في التعليقات بكل صراحة. إيه أكتر نقطة عجبتك لحد دلوقتي، أو حتى إيه النقطة اللي أنت مختلف معايا فيها؟ بس المهم إنك تكتب رأيك في التعليقات بكل احترام، لأن طول ما في احترام كلنا بنستفيد من بعض. ولو عندك تجربة شخصية أو موقف حصل معاك تقدر برضو تشاركه في التعليقات تحت الفيديو، عشان كلنا هنا بنتعلم من تجارب بعض. ولو عندك أي سؤال سيبه لي برضو في التعليقات وأنا هحاول أرد عليه في أسرع ما يمكن، سواء بالكتابة أو أعمل لك عليه فيديو مخصوص لو كان هو سؤال متكرر. وتأكد طبعا إن أنت تكون عامل سبسكرايب هنا في القناة لو بتتفرج على اليوتيوب، وتأكد برضو إنك تعمل فولو لو بتتفرج على الفيسبوك أو على التيك توك، لأن إن شاء الله في دايما محتوى جديد بشكل مستمر عن الهجرة والمعيشة في أمريكا خطوة بخطوة. والمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية كمان أشار لسياسة اتقال إن هي حصلت تحت إشراف وزير الخارجية بنفسه ماركو روبيو بفكرة إيقاف إصدار تأشيرات التنوع لحد ما يبقوا متأكدين 100% مين اللي بيدخل هنا أمريكا، مع التأكد إن هم هياخدوا الوقت اللازم والكافي لمراجعة كاملة وشاملة لكل المتقدمين. طيب لو المراجعة هتاخد الوقت الكبير قوي ده، يبقى الخطر الحقيقي على الفائزين مش إن هم مش مستوفين الشروط، الخطر هنا بقى لو الوقت ده خلص. وقبل ما اشرح لك النقطة دي خلينا نمسك جزء تاني من الرد الرسمي للمتحدث بتاع وزارة الخارجية. وزارة الخارجية قالت كمان إن أي فائز دفع رسوم أو تحدد له ميعاد بالفعل يقدر إن هو يحضر في الميعاد ده زي ما هو، يعني في ناس ماشي معاها الإجراء طبيعي وناس تانية واقفة عند مرحلة الجدولة من الأساس. وكمان أكدوا إن البعثة الأمريكية في المغرب بتحدد مواعيد اللوتري على حسب الطاقة الاستيعابية للقنصل أو للناس اللي موجودين هناك، ونصحوا كمان المتقدمين إن هم يتابعوا الحالة بتاعتهم على الموقع الرسمي باستمرار علشان خاطر لو في أي تحديثات للمقابلة بتاعتهم. ظاهر الكلام هنا منطقي جدا، طاقة استيعابية في السفارة ومراجعات أمنية، لكن اللي عامل الأزمة مش السبب ده لوحده، الأزمة الحقيقية هي أزمة السكوت أو قلة التواصل من وجهة نظر الفائزين، وده بالظبط اللي خلى الانتظار يتحول لضغط نفسي رهيب جدا وتجميد للحياة. وده بيبان في وضوح في شهادات الناس من الفائزين نفسهم، مثلا وسام بن علي بتقول إن هي التزمت بكل الخطوات المطلوبة وبتتابع باستمرار، لكن عدى شهور ومفيش ميعاد للمقابلة. ولفتت النظر لحاجة حساسة جدا في كلامها، إن دول تانية المقابلات عندهم بتتحدد بشكل أكتر انتظاما، لكن في المغرب الموضوع أبطأ ومواعيد محدودة جدا. وهنا السؤال اللي ممكن يجي في دماغ حضرتك تلقائيا دلوقتي، هل المغرب متأخرة مقارنة بدول قريبة؟ بعض المتقدمين بيقولوا إن المغرب باين إن هي متأخر عن دول زي مثلا مصر أو الجزائر اللي بدأوا بالفعل جدولة المقابلات بشكل أوضح، لكن
في المغرب عدد المواعيد اقل جدا. بس قبل ما ادخل في النقطه اللي جايه، في حاجه مهمه بتحصل مؤخرا في ناس كتير، وان شاء الله حضرتك تكون واحد منهم، بدات ان هي تظهر تقديرها ليا ودعمها ليا بطريقه مدفوعه بشكل رمزي. في طرق كتير الصراحه، وهسيب لك كل روابط الطرق دي في وصف الفيديو ده. لو محتوايا بيساعدك وبيفيدك تقدر طبعا تعزمني على قهوه من خلال باي مي كوفي. لو انت بتتابعني على اليوتيوب تقدر تظهر تقديرك ودعمك ليا ده من خلال زرار اسمه ثانكس، بيكون موجود تحت الفيديو، او انت تقدر انك تنضم لعضويه القناه اللي هي الممبرشيب. ولو حضرتك بتتابعني على الفيسبوك تقدر تظهر تقديرك او دعمك ده من خلال الستارز او الاشتراك الشهري الرمزي اللي هو السبسكريبشن. ولو انت بتتفرج على الفيديو دلوقتي على التيك توك تقدر برضو تعمل الكلام ده من خلال السبسكريبشن. وكل اشكال الدعم دي بتفرق معايا جدا، لان المحتوى اللي انا بقدمه بياخد وقت كبير قوي في البحث والتجهيز والمراجعه، واحيانا كمان مراجعه مع احد المحامين الهجره اللي انا بشتغل معاه. فتقديرك ودعمك ده بيساعدني ان انا اكمل واقدم محتوى اقوى واوضح واكتر انتظاما. ولو في يوم فيديو من فيديوهاتي فادك او وضح لك نقطه او طمنك او وفر عليك غلطه، فتقديرك ليا ده هيفرق معايا جدا، وهيخليني كمان اعرف ان النوع ده من المحتوى مهم، واقدر ان انا استمر اقدمه بشكل مجاني تماما لاطول فتره ممكنه. وما تنساش كل الروابط في وصف الفيديو. ودلوقتي نتنقل لشهاده تانية، وهي شهاده من انسانه اسمها هاجر العيادي. بتقول ان هي كمان مستنيه من شهور من غير تاريخ مقابله، وبتحس ان غياب التحديثات او التواصل مع القنصليه في المغرب بيزود خوف حقيقي ملوش اي لازمه. وهنا ندخل على اخطر نقطه في الموضوع ده كله، واللي ناس كتير قوي مش بتاخد بالها منها للاسف. سنه البرنامج ليها نهايه. سمير مختاري مثلا قال ان هو جهز كل الاوراق المدنيه والتعليميه المطلوبه، وان اللي بيوصلوا من مركز كنتاكي القنصلي اللي هو الكي سي سي غالبا ردود تقنيه. تابع الفيزا بولتن شهريا، شوف رقم بتاعك بقى كرنت ولا لا. هو هنا مش قلقان من اهليته ولا من الاوراق بتاعته، لان الاتنين مظبوطين. هو هنا قلقان ان السنه الماليه تخلص قبل ما القنصليه توصل لرقمه وتديله المقابله. لاحظ هنا الفرق. في ناس بتفتكر ان اللحظه الحاسمه هي الفوز في اللوتري، لكن في الواقع الفوز ده هو بدايه السباق مع الوقت والخطوات والاجراءات الصح، وده اللي بيخلي التاخير مرعب جدا حتى لو انت ماشي صح. يوسف غزالي كمان بيقول ان هو بقى كرنت، يعني الرقم بتاعه مظبوط من شهور طويله، ومع ذلك مفيش ميعاد اتحدد له ولا تحديثات واضحه للملف بتاعه، وده خلق عنده ارتباك وقلق، وكمان اثر نفسي كبير جدا. شهور من عدم اليقين ومش قادر يقرر في الدراسه او الشغل او الخطط بتاعته لما يوصل هنا امريكا. وطبعا لما مجموعه كبيره توصل لنفس الاحساس ده تقريبا بيظهر طلب بسيط جدا بيتكرر كل يوم تقريبا، وهو ان الناس عايزه تحصل على فرص عادله، مش معامله خاصه، مش استثناء، مجرد ان الاجراءات تمشي في وقت يسمح ليهم ان هم يكملوا الاوراق بتاعتهم ويحضروا المقابله بتاعتهم. طيب ليه موضوع الامن الامريكي او الامن القومي الامريكي هنا بيتقال دلوقتي بقوه في الفتره دي؟ التصريحات دي جايه في سياق انتقادات متزايده جدا جدا لسياسه الهجره هنا في امريكا، خصوصا بعد قرار تعليق برنامج اللوتري ل 2027 في شهر ديسمبر من 2025، وده ارتبط باحداث عنف اطلاق نار جماعي في جامعه براون. ووفق المعلومات المذكوره منفذ الحادث بتاع جامعه براون ده كان طالب سابق، والهويه اشارت ان هو برتغالي ومعاه جرين كارد امريكي. وبعد الحوادث دي كلها اتقال ان وزاره الامن الداخلي قررت وقف فوري لاطلاق التاشيرات والطلبات المعلقه مؤقتا علشان مراجعه شامله وكامله لاجراءات الامان بتاعت كل شخص. وده بيخلق معادله صعبه جدا. حادثه عنف واحده ممكن تدفع الحكومه الامريكيه لمراجعه وتجديدات واسعه جدا، والنتيجه ان ناس ماشيه في طريق قانوني مرهق اصلا تلاقي نفسها بتدفع الثمن غالي جدا في صوره تاخير ووقف وتجميد، تطبيقا يعني للمثل اللي عندنا في مصر اللي بيقول السيئه بتعم. وفي نفس الوقت الصوره الاكبر جوه الولايات المتحده هنا نفسها مش بسيط. في ضغط جامد جدا على نظام الهجره الامريكي، وفي كلام متكرر على العنصريه والاسلاموفوبيا وارتفاع تكاليف المعيشه كمان هنا في امريكا، ومناخ عام اقل حلما من اللي كانت الناس متخيلاه. وده مش بس مجرد ان هو كلام افراد، ده في منظمات حقوقيه وخبراء في الامم المتحده انتقدوا سياسات الهجره الامريكيه، وفي كمان تحذيرات من نزع الانسانيه عن المهاجرين ومن ممارسات زي المراقبه او الاعتقالات او الاحتجازات احيانا بعنف، وتاثير ده كله على المجتمعات الكبيره والعائلات. الخلاصه اللي انا عايزك تطلع بيها من الفيديو ده دلوقتي ان في تاخير مقابلات الدي في لوتري 2026 في المغرب، والتاخير ده مش مجرد تفصيله اداريه صغيره، لان التاخير ده عند الفائزين بيتحول لثلاث ازمات في وقت واحد. ازمه وقت، سنه بتخلص ومش لاحقين ان هم يحصلوا على ميعاد. ازمه وضوح، تحديثات قليله وانتظار مفتوح مالهوش نهايه. وازمه نفسيه وحياتيه، قرارات متجمده وخطط متوقفه. والسؤال للاسف اللي هيفضل معلق عند ناس كتير قوي، هل اجراءات الامن القومي الامريكي دي هتفضل مبرر مفتوح لحد ما الوقت يخلص، ولا هنشوف جدول مقابلات اطول وقدره اعلى تدي للناس اللي تم اختيارها فرصه عادله فعلا ان هي تكمل مشوار الهجره بتاعها لامريكا؟ واخيرا وليس اخيرا، انا عارف ان الكلام ده ممكن يبان كتير او مربك شويه، بس في الاخر الكلام ده كله نظري وليس له اي فايده بدون ما يكون في حد يساعدك تطبقه على وضعك او وضع حد قريب ليك. لو حاسس ان في حاجه ناقصاك، معلومه او خطوه او حد يشرح
لك الامر بكل امانه. انا هنا عشان كده بالظبط. عاوز اقول لك ان انا بشتغل مع ناس كتير قوي في نفس ظروفك دي تقريبا، والفرق دايما بيكون في التفاصيل الصغيره اللي محدش بيقول عليها. المشكله ان اللي بتشوفه في الفيديو ده مش كل حاجه للاسف، في تفاصيل كتير جدا ممكن تتحكم في مسار الملف بتاعك كله، في استراتيجيات ورؤى وافكار ممكن تغير النتيجه تماما، ودي الحاجات اللي انا بحاول اوصلها للناس بشكل اوضح واقرب للواقع. وعشان كده لو انت فعلا عاوز تفهم وضعك بشكل اعمق وتاخد خطواتك الجايه وانت مطمن، تابعني دلوقتي واشترك معايا، او اعمل لي متابعه على المنصه اللي انت بتشوفني عليها. ولو بتسال على طريقه التواصل معايا، الطريقه الاسهل هي حجز موعد عن طريق الرابط اللي موجود في وصف الفيديو ده. تقدر تحجز مكالمه تعليميه معايا، نتكلم بالراحه، اشرح لك بالتفصيل، واحاول ان انا اساعدك تمشي في الاتجاه الصح من اول خطوه. انا عندي فيديوهات كتير هنا في القناه عن كل حاجه تقريبا تخص السفر والهجره والمعيشه في امريكا. الفيديو ده هو اللي اليوتيوب ممكن يكون مختاره ليك دلوقتي، ممكن يكون هو الفيديو المهم بالنسبه لك في الفتره اللي جايه. اسف جدا على الاطاله، وشكرا جدا 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 لمتابعتك، واتمنى لك كل التوفيق.